يا مساء الخيرات والبركات ورضا الرحمن عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. كل جمعة وانتم طيبين. ايه رأيكم في الفاصوليا الجميلة الخضرة ديت؟ مفيش اجمل منها اليومين دول ابدا. فاصوليا الشتاء، فاصوليا البرد والسقعة ديت بتبقى يعني طازة بطريقة رهيبة. هوريها لكم من قلبها من جوه، وب10 جنيه الكيلو. يعني فرصة ما تتعوضش. بدل ما بنروح نسأل عليها في الصيف ونلاقيها ب80 جنيه وب60 جنيه وبأرقام كده غريبة، ويا ريتها بتبقى زي ديت. تعالوا بقى ايه، ندخل مطبخنا ونشوف هنعمل ايه، ونسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. نشوف معانا قد ايه فاصوليا. أنا معايا 2 كيلو ونص. طبعا أنا مش هكتفي بال2 كيلو ونص دول، لا أكيد هعمل تاني، لأن احنا بنحب الفاصوليا الخضراء جدا، وبالذات وهي طازة كده. بصوا أنا بكسرها لكم نص عشان أوريها لكم هي قد ايه طرية ومليانة بالعصارة بتاعتها اللي جوه ديت الجميلة ديت. تعرفي من قلبها من جوه إنها جميلة، إنما اللي بتبقى وحشة تبقى ناشفة معاكي، ليها فتل من الجنب من الجنبين كده، تلاقيها ناشفة من جوه، ما تلاقيش فيها المية بتاعتها الحلوة ديت. أعملها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. أنا قطعتها وغسلتها غسلة حلوة جدا وسبتها تصفي في المصفى، وبوريها لكم أهوت للبنات الصغنانين اللي لسه بيتعلموا أنا باقطّعها إزاي. طبعًا هي ممكن تتقطّع بالإيدين، بس هتطلع إيه، أشكالها ملخبطة شوية بالإيدين. اللي بيحب بقى يرسمها الرسمة اللي هي بالورب ديّة كده، بيعملها بالسكينة زيي. بُصّوا تقطيعها بالإيد سهل وبسيط، لإنها طرية، طرية وطازة ومعسّلة وزي السُكّر. طبعًا لمّا بتاخديها من الفلاح أو من الفلاحة، أنتِ بتبقي متأكدة إنها طازة 100%. الخضار عمومًا حلو جدًا، جدًا، جدًا كُلّه، مش الفاصوليا بس. كُلّه حلو أوي في طوبة. أحلى خضار تشتريه وتخزّنيه في طوبة، أحلى كرنب تخزّنيه في طوبة، أحلى سمنة تسيّحيها وتشيليها في طوبة. أجمل خضار كُلّه موجود في شهر طوبة دوّة، وفي سقعة وتلج الطوبة دي. رغم إن إحنا متكتكين منها، بس هي فوايدها جميلة بصراحة، يعني بتدّينا خضار وبتدّينا سمنة جميلة، وبتدّينا كل حاجة حلوة والله في السَّقعة والبرد بتاعها ده. ربنا يرحمنا بقى برحمته ويجعلنا نقدر نتحمّل البرد دوّة. قطّعتها أهي كلّها وبُصّوا لونها بقى جميل إزاي، واتصفّت من مَيّتها تمامًا. تعالوا بقى، أنا جِبت صينية كبيرة حطّيتها على الشُعلة الوسطانية بتاعة البوتاجاز، وخلّيت الشُعلة مش عالية، هادية. حطّيت 4 معالق زيت. زيت، لا هاسلُق ولا هاطلّع في مَيّة ولا هاعمل الكلام ده كلّه خالص. أنا عملتها مرّة اللي هي السلقة اللي بتنزل في مَيّة مغلية ديّة وبعدين مَيّة متلّجة، بصراحة ما عجبتنيش بعد ما شِلتها. حسّيتها إنها دايبة، ما هياش محتفظة بكيانها خالص. إنّما بالطريقة ديّة أنتِ هتطلّعيها لو قعدت عندِك سَنة كاملة، هتطلّعيها هتلاقي الواحدة بوحدتها جامدة زي ما هي، تتحط في الخضار هتطلع لِك ناصعة الخضار، مش قادرة أوصف لِك خضارها هيبقى شكله إيه. بُصّوا أنا باقلّبها في قلب الزيت لمدة ربع ساعة، بس إيديّا ما بتتشالش من الفاصوليا في التقليب. بافضل أقلّب، أقلّب، أقلّب فيها على طول، عشان ما فيش ولا واحدة فيها تتلسع ولا وهي النار هادية مش عالية. هي بتتشمّع بالزيت كلّها كده، البخار زي ما يكون بينشّفها من مَيّتها طبعًا اللي هي اتغسلت فيها رغم إنها اتصفّت. في نفس الوقت بانزل عليها بقى بمعلقة سُكّر كبيرة بس، ولا باحط ملح ليمون ولا باحط ليمون ولا باحط أي حاجة تانية. هي معلقة السُكّر بتخلّيها عسل وبتخلّي خضارها زي ما هو، تحتفظ بكيانها. أهو معلقة سُكّر واحدة كبيرة. طبعًا أنا ما حطيتش كمية الفاصوليا كلّها، لأ أنا هاقسمها على مرتين، عشان أقدر أشوّحها كويس في قلب الزيت وعلى النار الهادية ديّة. إن شاء الله طبعًا هاجيب تاني بإذن الله، وهآخد أو برضه أعملها تبقى عندي طول الصيف موجودة بجمالها الأخضر دوّة والطازة بتاعتها ديّة، لإني مش هالاقيها في الصيف بالمنظر ده خالص، حتى لو كان تمنها 30 جنيه، عمرِك ما هتلاقيها بالجمال دوّة. بُصّوا بقى أنا هافضل وراها لغاية ما تدّيني اللون الفستقي. أنا هاوريها لكم دلوقتي. بُصّوا، بُصّوا لونها اتغيّر إزاي، بُصّوا لونها بيفتح.
بيديكي لون جميل جدا. غير ما يعني انا هوريكم دلوقتي حبه في ايديا من اللي هي لسه ما اتعملتش، ولون ديت اللي انا وريتها لكم دلوقتي على المعلقه. بصي دي خضارها فتح وهتفضل بنفس اللون. بصي بقى اللي في قلب المصفى لسه مغسوله، بصوا خضارها غامق لسه زي ما هي. في فرق بين الاتنين، هي ربع ساعة بس اللي بتفضلي واقفة قصادها وبتقلبي فيها عمال على بطال. بعد كده بتطلعيها في قلب صينية، وفي مكانها برضو زي ما هي، مش هنحط زيت تاني ولا حاجة، هننزل ببقية الفاصوليا بتاعتنا. بطلعها بقى في قلب الصينية ديت، وبسيبها لما تبرد خالص براحتها. بعد كده احطها في الأكياس بتاعتي. مفيش اسهل من كده. ويبقى عندي فاصوليا محتفظة بكيانها، حباية بحبايتها، خضرة زي ما هي، مش هتلاقيها طريت منك خالص، ولا التلج هيعمل فيها أي حاجة. هتبقى جميلة جدا. طريقة سهلة وبسيطة، ما هياش معقدة ولا بتاخد غلبة مننا ولا أي حاجة خالص. وهي كل الحكاية حطينا 4 معالق زيت صغيرين عاديين جدا، بس زيت يكون حلو، مش زيت ليه ريحة، عشان ما يبانش معايا وأنا جاية أطبخها. أنا بصراحة كان عندي زيت عافية، فحطيته اللي هو عباد الشمس، حطيت منه وحطيت الفاصوليا عليه. برضه هقلب برضه بقية الفاصوليا ربع ساعة كمان كده على نار هادية لغاية ما تديني اللون الفستقي. واروح هي كل ما تتحط على النار لونها يفتح، كل ما تشوحيها لونها يفتح، تبقى جميلة. وبرضه معلقة السكر هتنزل عليها برضه. السكر بيدي بيخلي خضرها يفضل محتفظ بلونه الجميل دوت، يخليها معسلة وزي السكر، وفي نفس الوقت كمادة حافظة ليها برضو، من غير بقى لا ليمون ولا أي حاجة تانية. مش هضيف لا ليمون ولا أي حاجة. هي عليها حلوة قوي كده جميلة. دي عن تجربة بقى عني، يعني شلتها مسافة طويلة عندي، طلعتها والله كأني لسه جايباها دلوقتي في عز الشتاء. جميلة جدا، جربوها إن شاء الله هتعجبكم. كيستها في أكياسها أهيت، في منتهى الجمال، وقسمتها على 4 أكياس. أدخلهم بقى الفريزر بعد ما بردت تماما. يا رب تكون عجبتكم طريقة تفريز الفاصوليا بالطريقة ديت، سهلة وبسيطة. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم وهتحبوها جدا لما تطلعوها في عز الصيف وهي مش موجودة، وهتلاقوها بالجمال دوت. بصوا لونها قد إيه جميل في قلب الكيس. يلا أشوفكم على خير في فيديو آخر، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة حبايبي.